السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كنتمنى تكونوا بخير وبسلام داخلي وفرحة البال. اليوم بغيت نهضر معاكم على واحد الموضوع اللي هو حساس بزاف وبزاف، بحال المواضيع اللي كانت الماضية كلها حساسة. نتمنى باش ان شاء الله تكونوا شفتوا دوك لي فيديو القدام باش تكون عندكم فكرة. هذا موضوع من دوك المواضيع حتى هو، ولكن حساس بزاف وصعيب بزاف. دونك صعيب بزاف في النفسية ديال بزاف ديال الناس. داكشي علاش دونك هاد الموضوع كيمس القلب وكيوجع الداخل ديال الانسان بلا ما تيبين عليه. داخل الانسان تياكل الدق وتيكون تيوجع، ولكن ما تيبينش عليه. وهو هذا الموضوع راكم شفتوه في في العنوان ديال الفيديو اللي هو الام النرجسيه. هذا هو الموضوع ديالنا ديال اليوم. راكم عارفين غير الاسم ديال ام النرجسيه ممكن يخلي بزاف ديال الناس يحسوا بواحد الحيره. هذا غير بداك الاسم ديال ام نرجسيه، دونك يخلي بزاف ديال الناس تيحسوا بالحيره. هنا حيت الام هي الاصل ديال كل شيء. الام عامه هي ديال كل شيء، هي الاصل ديال الحنان اي واحد. هذه هي الام. الام هي الاصل ديال الامان. لذلك الام هي عاوتاني داك الحضن اللي كيرتاح فيه الولد ولا البنت. كنا تنرتاحوا في داك الحضن ديال الام، وهي داك القلب اللي كيعطي هذا الام، داك القلب اللي تيعطي كي نقول لك اللي تيعطي بلا مقابل. هو تيعطي بلا حتى شي مقابل. ولكن واش هنا عندي سؤال. هذا سؤال: واش عمركم شفتوا ام كتكون سبب في الالم ديال ولادها؟ هذا سؤال، علامة استفهام. الام كتزرع فيهم الخوف والشك واللوم والذنب. فهذا سؤال. دونك هاد الشيء اللي بغيت نقول لكم، هاد الشيء غادي نجاوب دابا على هذا السؤال. هاد الشيء كاين، هاد الشيء موجود عندنا، موجود في الناس. هاد الشيء موجود وكل شيء راه عارفها. والناس بزاف كيعانيو السكات. الأغلبية الكبيرة في النسبة المئوية الناس كاملين تتعاني في صمت. كلشي في السكات، ما كيهضروش، ما تيهضروش نهائيا هذا الموضوع. وما كيلقاوش ما تيلقاوش مع من يتقاسموا هذا الوجع. هذا الموضوع، هذا الوجع اللي هو عند الانسان ما تيلقاوش مع من يتقاسموه.
باسكو هو صعيب باش تهضر فيه ومعامن، سورتو معامن، خاصك تلقى الانسان اللي تصنت لك، الانسان بصدق، الانسان بقلب طيب، الانسان اللي غيعطيك الطرق والحلول الايجابيه ماشي السلبيه. دونك صعيب 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 على اي واحد يتقاسم هاد الوجع مع اي واحد بكل سهوله. دونك هنا قبل ما نكمل، الله يخليكم بغيت نطلب منكم واحد الطلب صغيور، الله يجازيكم بخير. غير هو حاول باش تبقى معايا في هذا الفيديو حتى الاخر. الله يخليكم، تنطلب منكم اللي يتفرج دابا معايا في الفيديو يبقى في الفيديو حتى الاخير، حيت فيه بزاف ديال النصائح والحلول الحقيقيه اللي غادي تعاون بزاف ديال الناس. اوكي، اللي غادي تعاون بزاف ديال الناس يعرفوا شنو كيعيشوا، وكيفاش يداويو راسهم من الداخل. اوكي، باش يعيشوا في واحد السلام، بلا خوف، بلا توتر، بلا ذنب. الله يخليكم، هذا هو الطلب ديالي، ونتمنى عاوتاني باش يكون داك لو بارطاج مع الناس ديالكم، العائلات ديالكم، الاصدقاء ديالكم، الجيران ديالكم، اي واحد الا تعطيو له تبارطاجوا معاه هذا الموضوع، هذا الرابط باش ديال القناه وديال لا فيديو كومسا باش تنتشر بالعموم، ويكون عندنا ان شاء الله بلوس دابوني وبلوس، والناس ان شاء الله يكونوا المستفيدين بزاف اللي يشوفوا هذا الفيديو. هذا من القلب ومن داخل القلب. جزاكم الله بخير وتنشكركم من كل القلب ديالي مسبقا. دونك نكملوا الموضوع ديالنا. هنا بحال هنا هنا بحال دائما في جميع الفيديوهات اللي السابقه اللي كنت هضرت عليها كلها، غادي نهضر معكم بحال دائما من كل القلب. دائما تنهضر من كل القلب، من العمق ديال القلب ديالي، من داخل القلب ديالي، بكل نيه صافيه وحسنه، وتنوصل اي معلومه واي نقطه ديال تكون ايجابيه لمصلحه الجميع وماشي سلبيه. انا تنوصل غير المسائل اللي هي ايجابيه، وهذا من الطبع ديالي انايا، هكا داير من صغري وانا تنعطي النصائح الايجابيه. داكشي تنبغي كل واحد حتى هو عاود الناس الاخرين يعطيو نصائح ديالهم ايجابيه لناس اخرين. دونك باش نكمل غادي نهضر معكم بلغه بسيطه بحال دائما اللي مفهومه لكل واحد فيكم، حيت هذا موضوع كما قلت لكم حساس، وحساس بزاف ديال على الام النرجسيه اللي هو حساس بزاف. دونك غادي نهضر معكم بكل بساطه، بلغه بسيطه، بلغه مفهومه لكل واحد فيكم، كنتي راجل ولا مرأة، شي واحد صغير ولا كبير، قاري ولا ما قاريش، كلشي غادي يستافد من هذا الفيديو. اوكي، هذا الفيديو كما قلت لكم داخل القلب، والهدف منه الهدف منه هو يكون رسالة ديال شفاء ووعي لكل واحد فينا، كل واحد فينا. دونك غادي نبدا لكم بعدا بالتصرفات ديال الام النرجسيه، بالتصرفات ديالها اليوميه. هذه هي البدايه اللي غادي نشوفوها بعدا، كيفاش النهار ديالها تدوزو من الصباح. خصكم تعرفوا بان الام النرجسيه ما كتبانش ديما ماشي هي ديك الام النرجسيه هي ديك اللي تتغوات ولا تتعنف، لا، هي ماشي كتبان ديما في الغوات ولا في العنف، لا 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 لا, لا. بالعكس، هي هاد المرة اللي هي نرجسية مرات تتكون هادئة
كتضحك، ما عندها حتى شي اشكال، بخير وعلى خير. تتكون ساهرة هادئة ناشطة، تتهضر معاك بواحد الهضرة اللي هي ناشطة في وجهها في كل شيء، وتكون بخير وعلى خير. ولكن هنا خاصك تعرف، في كل تصرف ديالها، كاين هنا تحكم، تيكون واحد التحكم، وكاين واحد التلاعب، وكاين واحد الميساج اللي ما تيبانش مدرق. تيكون واحد الميساج عندها اللي ما تتقولوش، هي واحد الميساج مخبي. تتقول هي انا خصني نتحكم فيك باش تبقى ديما تابعني. هادشي اللي تتقول هي، تقول انا خصني نتحكم فيك باش تبقى دائما. هي ما تتقولها لكش مباشره كما قلت لكم، مي تتصيفط واحد، تتقول لك بواحد ان ميساج، بواحد الرساله ما بيناش مغطيه. تهضر مع راسها تقول انا خصني نتحكم فيك باش تبقى ديما تابعني. هذا هو اللي تديرو هي في راسها، ومنين تديرو في راسها راك ما تحيدو لهاش. هذا هو الانسان النرجسي. دونك الانسان النرجسي فيه بزاف ديال، راني هضرت في لي فيديو القدام فيهم بزاف ديال عامه على الانسان النرجسي وكيفاش تحضي راسك منه. كاينين دي فيديو عاوتاني تيقول اللي داير فيهم بان باش كيفاش باش الانسان اللي مريض باش يتشافى المهم دوك لي فيديو نتمنى باش تشوفوهم كاملين، راهم مفيدين لاي واحد. واي واحد عنده شي تعليق يصيفط ليا في التعليق ولا في اي حاجه، الا كاينه شي حاجه ماشي هي هذيك يعلمني عليها، انا ما كاين حتى شي مشكل نجاوب اي واحد كما كان، ايجابيه ولا سلبيه. دونك جزاكم الله خيرا مسبقا. دونك باش نكمل معاكم، قلت لكم تتقول هي مع راسها خصني نتحكم فيك باش ما تبقاش ديما باش تبقى دائما تابعني. اوكي، هادشي اللي تدير هي، حيت هي هاد الام النرجسيه ما تتقبلش نهائيا. انا تنقولها لكم، هاد الام النرجسيه عامه، بيان الام النرجسيه ما تتقبلش نهائيا تشوف ولدها او لا بنتها تكون عندهم واحد الشخصيه مستقله. اوكي، تتبغي دائما تكون شادكم، دائما تكونوا تحت السيطره ديالها، ما تخلي لكمش ديك الشخصيه المستقله. لحقاش الا مشات تخرجت من يدي هذيك الشخصيه تولي مستقلين، تتقول لك راه فرط ليا من بين يدي، هرب ليا من يدي، خرج لي من يدي. تشوفوا، هي تدي في راسها خصها تتحكم فيك في كل شيء. نتمنى بان الرساله وصلت. الا حاولتي تعبر غير على واحد الرأي ديالك، هاد الام تتغضب. وإلا قلتي لها مثلا، الا قلتي لها غير لا على شي حاجه، على ابسط حاجه، على اصغر حاجه، ابسط حاجه تقول لها لا، هي كتعتبرها هي قله احترام. تقول لك هو ما احترمنيش ولا بنتي ما احترمنيش وانا. دونك فوالا تعتبرها قله احترام. شتي الانسان النرجسي، دابا تنهضر على الانسان النرجسي ديال الام النرجسيه، ماشي على الانسان. اما الانسان عامه راني هضرت عليهم في الفيديوهات السابقه. دونك اخيب حاجه هي الام النرجسيه
كتستعمل تستعمل الحب. انا تنعاود نقول راني تنركز على واحد الكلمه اللي هي كتستعمل، ماشي جايه تلقائيا ولا مقلبها. هي سي نورمال، هي تبغي ولادها والولاد تيبغيو الام ديالهم، هذه حاجه ظاهره، ولو باش شنو بغى يكون تيبقى دائما داك الحب. ولكن انا دابا تنستعمل ديك الكلمه ديال كتستعمل هي الحب باش تسيطر في هذا النطاق، حيت هي نرجسيه تستعمل. فوالا، دونك تتدرس، تتكون مدروسه. ملي تنقول تستعمل، دونك تتكون هي دايره واحد الدراسه في الراس ديالها شنو خصها دير، عندها واحد الطريقه باش تسيطر عليك. دونك تستعمل داك الحب باش تسيطر، وكتوريك الحنان، تتوريك الحنان غير الا درتي داكشي اللي بغات هي. دونك الا درتي داكشي اللي بغات هي تتوريك داك الحنان ديالها. دونك تيولي هنايا داك بحال تنقولوا نقدروا نسميوها داك الشونطاج. درتي لي نعطيك، ما درتيش ما نعطيكش. فوا دونك وإلا خالفتيها كتولي واحد الانسانه بارده من جهتك، كتضربها بسكته، تتسكت واحد السكته، تضربها السكته كما تنقولوا حنا، تضربها بواحد السكته ما تبقاش تهضر معاك، تتجمد. كتجاهلك نهائيا، بحال ما تتسوق ليكش، ما تتعبركش نهائيا، بحال انت ما كاينش كاع هنايا، ولا انت كاع ما موجودش هنايا. تتعبركش، تتجاهلك. وهاد السكات، حتى هو راه عقوبه. خصكم تعرفوا هاد السكات اللي تسكت عليه هاد الام هو راه عقوبه. تنهضر دائما تنعاود نكرر، راني تنهضر على الام النرجسيه، ما تنهضرش على الامهات كاملين. اما عامه بطبيعه الحال الام تتغضب على ولدها ولا على بنتها، ما تتهضرش معها واحد الساعه، واحد الساعتين، واحد نص نهار، واحد النهار، واحد اليومين مثلا، كاع الا طولت. ولكن هنا لا، تنهضر على الام النرجسيه، حيت عندها داك الشيء مدروس، عندها مخطط. دونك هنا هاد السكات هنا، هذا هو عقوبة، حيت تتخليك تحس بالذنب، وأنك أنت هو السبب في المشكل. هو فهمتوا دابا؟ تتخليك انت انت السبب في هذا المشكل، وانت مسكين راك ما دايرش لا بيديك ولا برجليك نهائيا، انت ما عارفش كاع شنو واقع. ولكن هذا راه كلشي تيكون مدروس. علاش؟ حيت هذه نرجسيه. هكا النرجسيين تيستعملوا، هادو هما الاساليب ديالهم والطرق ديالهم. دونك حاجه اخرى بغيت نقولها هي هاد الام النرجسيه كتقارن عاوتاني ما بين ولادها. بحال مثلا تتقول لك شوف خوك شنو دار، وانت شنو درتي، انت اشنو درتي كاع، فهمتي؟ ولا عاوتاني البنت تتقول لها مثلا، تتقول لها شوفي بنت خالتك، تقول لها شوفي بنت خالتك كيفاش مربيه، كيفاش مؤدبه، كيفاش زوينه، كيفاش تهضر، تتعطيها بداك المثل، وانتي تتقول لها وانتي، فهمتي؟ هذا الشيء هو راه كاين في العائلات كامله، حنا راه عارفينها، حنا جميع العائلات كاينه، ولاو في الامهات اللي هما عاديين، الاباء لي بارون كاملين كاينه. تيقول لك وشوف هذا واحد الغلط تنديروه، الناس تديرها مع ولادها ولكن بدون شعور، ماشي تلقائيا، فهمتي؟ تتقولها غير هكا، تتقول لك، تضحك بواحد المثل بخوك ولا بنت خالتك ولا بنت عمك ولا ولد عمك، تشوف فلان ولا بصاحبك ولا صاحبتك، ولكن
ولكن تيدوز تتصالح مع نفسها، باسكو هذيك تتقولو هي بدون شعور، المراه تتقولها غير مجرد تلقائي. ولكن هذا واحد الغلط، ملي تقولوا لواحد الانسان تيحس بواحد النقص. ولكن ماشي مشكل، دابا حنا ما تنهضروش على هادو العامه، سي نورمال، اخطاء في الانسان، كله تيخطا وكلنا تنغلطوا وخصنا الاغلاط ديالنا تنصلحوا. ولكن هنا تنهضر على الام النرجسيه باش ما نخرجش على الموضوع. سمحوا لي بعد خطره تنعطي عاود ملي تنكون تنهضر تندخل في موضوع اخر اللي هو تنعطي المثال العامي، ولكن تنعاود نصلح باش نرجع للموضوع ديالنا باش ما نطولش. دونك دابا تنهضر على الام النرجسيه. دونك هنا، وهاد المقارنه خايبه قلت لكم بزاف وبزاف، وتتقتل هاد المقارنه ديال الاولاد. تقول له شوف ما بين بنت خالتك، شوف خوك نتايا، وهاد المقارنه تتقتل من الداخل، فهمتي؟ هذه تتقتل من الداخل. ديجا ملي تكون عامه ما تكونش نرجسيه وتتهضر هكا مع الدراري تياكلوا الدق. عاد ارانا ملي تكون ديك الام النرجسيه، علاش؟ حيت الام النرجسيه بالطريقه باش تتقولها هي بديك لا فاصون، تتقولها هي مدروسه، فوا ماشي ملي تكون تلقائيه ماشي مشكل، تتخرج بواحد الطريقه تتفهمها انت بان راه قالتها تلقائيه وتعتذر. ولكن الام النرجسيه تتقولها ولكن هي مدروسه، دونك عندها الطريقه كيفاش قالتها لك اللي تزيد تقتل بنادم، تقتلك من الداخل كما كان العمر ديالك، يا واحد طفل يا واحد كبير. كتخلي الولد ولا البنت يحسوا بانهم ناقصين، بانهم ما كيسواوش، بانهم ما غاديش بانهم ما غاديش يرضيوها مهما داروا، كاع ما غيرضيوها. وكتستعمل عاوتاني، هنا عاوتاني تندوز نرجع لهاد النقطه، كتستعمل حيت مدروسه، تستعمل عاوتاني واحد النوع من العقاب، ما كيكونش باين. هاد العقاب كلهم اللي كنت نهضر عليهم كلهم تيكونوا مخفيين، تيكونوا مخبيين، ما تتقولهمش، تيكونوش باينين. دونك آه هي راه كاع ما تضربكش، باش نتفاهموا. الام النرجسيه هي راه كاع ما تضربكش، كانت غير تضرب نقولوا احو بردات، هاي ضرباتك انت كمتيها وسكتي وعرفتي المشكل ديالك شنو هي، وهي كذلك تعرف علاش ضرباتك، هي بصح هي على الغلط وتدوز. اما هنا راه كاع ما تضربكش، فهمتوا؟ ولكن تتخليك تحس، هذا هو الدور ديالهم، ديال الام النرجسيه، ديال النرجسيين كامل، كتخليك تحس انك ما كاينش. فهمتي دابا الميساج ديالها كيفاش دايز؟ تدوزو بلا ما تعلمك، بلا ما تقول والو، وبلا ما تضرب. اما كما قلت الا ضربات راه غتقول لك علاش ولا شنو درتي، ولكن هي كتخليك تحس بانك ما كاينش، ما تتعبركش نهائيا، كتكت معك بالايام، ماشي نهار، ماشي جوج، ماشي ثلاثه، ماشي اربعه، بايام طويله كاع ما تتهضر معاك نهائيا. الا هضرتي معاها انت تتجاوبك، ولكن بحال اللي تعطيك نقطه، شي تقطيره طق، شوفوا الا جاوباتك. دونك تتسكت معاك بالايام كاع ما تتهضرش معاك، كتعطيك داك النخال تنقولوا حنايا، تتنخلك، تدير فيك بحال الا ما كتسوى والو. سي نورمال ملي تتنخلك ما تتعبركش ما حتى حاجه، كي تحس انت انسان كيحس براسو بحال راسو ما تيحس براسو ما تيسواش.
هادشي الا عادي الا كان طفل، اما الا كان هو واحد كبير وتياكلها تياكل هاد الدقه، ماشي عاد واحد صغير. دونك تدير فيك بحال اللي ما كتسواش. ومنين و شنو بغيت نقول لكم اخوان، عاوتاني ما تتقولكش علاش، tu vois. هادشي بحال اللي قلت لكم قبيله، ما تتقولكمش حتى علاش، تتبقى انت تاكل تطلعوا فيك. شنو المشكل درتي؟ تتخليك انت اللي داير داك، انت السبب في المشكل. tu vois الدور ديالهم هو صعيب 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 بزاف بزاف، صعيب بزاف. داخل الانسان تياكل الدق، راه راه كل واحد فينا راه مجرب هذا الشيء. ولكن سورتو تنهضر على الام النرجسيه. وهذا الشيء كيوجع اكثر من اي كلمه. هاد الشيء تيوجع بزاف وبزاف من اي كلمه. يكون غير تقول لك شي كلمه تبرد عليك، ما تقول لك حتى شي حاجه، تخليك هكاك. الطفل اللي تربى في هاد الطفل اللي تربى في هاد الجو كيولي حساس بزاف. كيولي نقول لك كيولي يخاف ديما. كيف فوالا تيخاف ديما يعارض. تتبقاش عنده ديك الشجاعه، ولا تيبقى دائما عنده تخوف باش يعارض. كي كي شنو اخر بزاف هادشي بزاف. تيعيش ديما بواحد بالشعور ديال واحد الذنب. دائما تيبقى عايش كما قلت لكم بواحد الشعور ديال الذنب. عرفتي راه خايبه بزاف، خايبه تتشعر بالذنب وانت ما داير والو. عرفتي راه شنو هي؟ راه خايبه بزاف. سورتو الانسان اللي تيكون عنده داك النفس ديالو قويه. خلينا من داك اللي تكون عنده نفسه ميته بارده. ولكن كما بغى يكون الحال، الانسان تيحس، انت تحس بداك الشعور ديال الذنب، راه خايب بزاف كما بغى يكون الحال. شنو اخر؟ وما كي ما تيعرفش ما كيعرفش عاوتاني حتى ما تيعرفش عاوتاني حتى كيفاش فوالا حتى كيفاش يبغي بعدا راسو. ما كيعرفش حتى كيفاش يبغي راسو. هو يحب راسو، ما تيعرفش كيفاش، ما يعرفش راسو كيفاش يبغي راسو. فهمتي اللي هي خايبه بزاف. انسان ما عارفش كيفاش يبغي راسو، راه هي من اخطر وعندك البنت عاوتاني مسكينه كتقدر تولي اللي خايبه عاوتاني، تقدر تولي واحد النسخه من الام. فهمتي؟ ولا كتولي هذه على البنت تولي تخاف من ديك تتولي تخاف من ديك لا بيرت دو كونفيونس. داك ديك لا بيرت دو كونفيونس تتخاف، تولي دائما عندها واحد التخوف من ديك المحبه. حيت تتكون مجروحه بزاف، كتكون مجروحه بزاف. وهذا الشيء تيكون بزاف في الطفوله، ملي تيكون الانسان باقي صغير، اللي تيكون وتتخاف تعطي تعطي قلبها وتجرح. فاش ما كان تتخاف، تولي واحد التخوف. عرفتي راه تولي واحد التخوف كبير في اي حاجه تتخاف. دونك كتسكت، تولي البنت تسكت بزاف، ما تقدرش تهضر نهائيا. تولي عندها واحد التخوف، تولي دائما منعزله، لا مع العائله ديالها الصغيره ديال والديها، لا مع الاصدقاء، مع الجيران، مع فيش ما كانت هادو لا ولا في الطفوله ولا في الكبر ديالها. كيف ما تيبان لك واحد الانسان منعزل، اوكي، وتتعيش بعيده على المجتمع. كما قلت لكم تتبقى دائما تخوفه، دائما معزله بوحدها. حيت هذيك متى تشوف انسان هكاك معازل بوحدو كما كان لا تيكون صغير،
او لا تيكون كبير، سورتو الصغار تلقاه دائما معزل بوحدو. تما راه كاين شي حاجه اللي ماشي هي هذيك، ماشي تيكون عنده واحد بون، هي تيكون عنده واحد المرض بون، تمشي عند ان سبيسياليست هو اللي تيشخصك، ولكن دائما هذيك تتكون واحد واحد النظريه ملي تشوف الطفل معزل تتعرف بان عنده واحد المشكل، والمشكل غالبا تيكون جاي من الام، من الام ولا من الاب. دونك دابا حنا تنهضروا على الام النرجسيه، تتكون عاوتاني بلا ثقه في النفس، تتفقد ديك النفس، الثقه في النفس ديالها تتفقدها تماما. عرفتي شنو تتفقد الثقه ديالك في النفس؟ راه الانسان تيفقد الثقه ديالو، راه خايبه بزاف، وبلا احساس بديك بالقيمه، فهمتي؟ وهذا الشيء هذا الشيء كامل كيأثر عليهم من بعد. هذا الشيء تيأثر عليهم من بعد، لا في العلاقات ديالهم عامة، لا في الاجتماعية، ولا مع أصدقاء، ولا في الخدمة، ولا في الزواج، وحتى في التربية ديال ولادهم. ملي تيكونوا، أنا هضرت عامة، دابا حتى الكبار تتكون عندهم واحد التأثير عليهم في العلاقات ديالهم الاجتماعية، مع الأصدقاء ديالهم، مع في الخدمة ديالهم، في الزواج كما قلت لكم مولي خايبة، حتى في التربية ديال ولادهم، حيت داكشي تيأثر عليهم وتيرجعوه عاوتاني في الولاد. وكت هنا بغيت نطرق ليه عاوتاني. هنا كتشوف في بزاف ديال العائلات، فوالا هنا بزاف ديال العائلات واحد من الخوت تلقاه كيتأثر، تيتأثر وكيولي حتى هو نرجسي. هنا فين المشكل، تيولي حتى هو نرجسي. شنو تيولي يدير؟ كيولي يقلد نفس التصرفات ديال الام ديالو، كيف ما بغى يكون الشخص، لا الولد ولا البنت. غالبا تتكون البنت تتقلد ام ديالها، غالبا تيكون حتى الولد، ولكن نسبه مئويه كبيره تتكون البنت اللي تتقلد الام ديالها، تولي حتى هي نرجسيه، تتقلدها في جميع التصرفات ديالها. هنا الخطر، وهنا المشكل الكبير. هنايا المشكل الكبير اشنا هو؟ هنا كيتناقل هذا الجرح، تيتناقل من الجيل الجيل. واش فهمتوا؟ دابا ديروا معايا عقلكم مزيان، فهموا هذا الشيء اللي تنقول. هنا كيتناقل هذا الجرح من الجيل لجيل اخر. هو تخيل معايا، ينتقل من بلاصه، من حاجه لواحد بحال واحد السم. انا سميته سم، بحال واحد السم اللي ما تيبراش بسهوله، داك السم اللي ما تيبراش بسهوله. دونك هنا كيولي تيولي وراثي. فوالا هنا تيولي وراثي، وهذه هي اخيب واصعب حاجه ملي تيولي وراثي، حيت كما قلت لكم تينتقل من جيل لجيل. تنتقل من هذا الجيل للجيل الاخر. انت غدير وليداتك حتى هما غادي يتاثروا، حتى هما غادي واحد فيهم يرجع نرجسي، هو عاوتاني غادي يدير عائلته من يكبر وغادي ينتقل عاود لواحد يتعامل بنفس التعامل مع ولادو. شي واحد فيهم يولي حتى هو نرجسي، حيت يولي وراثي في العائله. هي اخيب حاجه
ملي تيولي وراثي. دونك هنا خص كلشي يداوى في الاول. هنا خصك تحبس داك المرض، بحال ملي تدير داك الفاكسان. الانسان تيضربوا البرد ولا تيكون مريض بشي حاجه، تيدير داك الفاكسان باش ما يعاديش الاخرين، ولو يكونوا تعادى وشي واحد بدا يتعادى تيبرا. هنا خص كلشي يداوى قبل ما يبدا ينتقل داك الشيء للاجيال الاخرى. دونك هنا دابا خصنا دابا نشوفوا كيفاش خصك تتعامل مع هاد الام النرجسيه، وكيفاش خصك تحمي راسك. هذا هو اللي مهم. سمحوا لي طولت عليكم، غنكون طولت في هذا الفيديو بالنسبه بارابور لي فيديو اللي دازو، حيت هذا موضوع حساس بزاف كما قلت لكم. داكشي علاش طلبت منكم باش كل واحد يتفرج في الفيديو من الاول حتى الاخر، حيت فيه ما يتقال. تنهضر عليه كله من القلب ديالي، وبنصائح اللي هي خصكم، اللي هي كاينه من داخل القلب باش توصل لاي واحد. اوكي، وباش تبارطاجيو مع اي واحد. بغيتكم تجلسوا معايا حتى الاخر الفيديو، حيت ماشي ضيع الوقت، ولكن هو استفاده، حيت خصوصا ديال الام النرجسيه. دونك كما قلت لكم هنا خصنا نشوفوا خصك تتعامل مع هاد الام النرجسيه، وكيفاش خصك تحمي راسك. هنا اولا خص الواحد يعرف الحقيقه. اوكي، هنا الواحد خصو يعرف الحقيقه وما يبقاش يكذب على راسو. مع راسك غتجي الحقيقه، تهضر بكل شفافيه مع راسك وما تكذبش على راسك. وماشي اي ام كتعامل ولادها بحال هكا. ماشي اي ام تتعامل ولادها بحال هكا تتكون قاسيه او العاديه. لا، راه هادي خصكم تعرفوا راها نرجسيه. مين تنقول راها نرجسيه؟ هو مرض نفسي. تيكون مرض نفسي. دونك داكشي علاش قبيله ملي هضرت لكم غينتقل من الجيل للجيل وتيولي وراثي. هنا خص يكون داك التخوف، هنا خص يولي، حيت هو مرض نفسي الا انتقل من الجيل للجيل واحد صعيب بزاف. هنا خصنا نفهموها هاد الام النرجسيه باش نعرفوا كيفاش نحميو نفسنا منها. اوكي، خصنا نعرفوا، خصنا نفهموها كما قلت لكم باش نعرفوا كيفاش خصنا وسائل كيفاش نحميو نفسنا منها، باش ما تصرفوش بشي تصرفات خايبه. حيت الانسان النرجسي راه هو داكشي راه خايب بزاف. راه اش نقول لك، هي ما يكون عندك صبر ايوب راه ما تصبرش، حيت عندهم واحد الوسائل خايبين بزاف. ما بغيتش ندخل في هذا الموضوع، حيت رجعوا للمواضيع الفيديوهات القديمه، راه فيهم جميع التفسيرات بوضوح للنرجسيين اللي عندي. دونك هنا ماشي العيب انك تبعد شويه، حيت خصك تاخذ واحد شويه ديال داك خصك تبعد. هنا ماشي عيب قلة احترام، حيت حطيتي حدود. لا، هو راه ماشي هو انت درتي واحد الحدود بينك وبين ذاك الانسان. بون كنهضروا على الام النرجسيه بينك والام ديالك. انا هدرت حدود، سيتادير تدير واحد الحد ديالك. هنا تتهضر حدو قدو، ماشي تنقول انا على القطيعه. تدير الحدود باش انت تبقى تهضر معاك بواحد الطريقه اللي هي ترضيك. الاحترام الحقيقي هو ما تبقاش تخلي راسك يتأذى كل مره. سي نورمال مع الام النرجسيه داكشي راه يومي تيكون دائما. دونك خصك ما تخليش
راسك يتآذى كل مره. خصك تكون خصك تقول مع راسك، انت تقول مع راسك انا كنبغيها بطبيعه الحال، حيت الام ديالك شحال باش شنو ما بغى يكون الحال راه تتبقى الام ديالك ديما تتبغيها، وتا هي انت ولدها ولا بنتها تتبغيك مالغري تيكون المشاكل الغوات ولا هذا، تتبقى دائما الام ديالك. خصك تقول مع راسك، انت مع راسك تقول انا كنبغيها، ولو انت مضرور مجروح مقتول مدمر نفسانيا نفسي، تقول انا كنبغيها، ولكن حتى انا عندي حق نرتاح، حتى انا من حقي، حتى انا عندي حق نعيش بسلام، وماشي وماشي ضروري نرضيها بكل في كل حاجه ديالها. هنا فين تقول خص الانسان تيدير الحدود ديالو، خصك تهضر مع راسك، حيت هاد الخطوه ديال الوعي، هذه 6 خطوات الوعي، هذه انت تكون هكا، هذه خطوه ديال الوعي. خصكم تعرفوا بان هي البدايه ديال العلاج. ملي توصل لهذه المرحله اللي هضرت لكم عليها، راه هي بدايه الوعي، خطوه ديال الوعي. وخصكم تعرفوا كما قلت لكم هي بدايه ديال العلاج، هي بدايه ديال العلاج، حيت راه ما سهلاش مع الانسان النرجسي. دونك وحاجه اخرى، ما تبقاش تحاول تغيرها. هذه دائما تنقولها لكم وقلتها لكم جميع الفيديوهات السابقه، الانسان النرجسي راه ما تيتغيرش وما تيتغيرش ابدا، قليل تغير نسبه مئويه قليله، ولكن عامه ما تيتبدلوش وما تيتقبلوش النقد. دونك باش نهضروا دابا على الام النرجسيه، داكشي تنقول لكم، تنفكركم باش باغفوا تنبدا نهضر على هذا على النرجسيه عامه، ولكن انا اليوم تنهضر على الام النرجسيه. تنبغي نفكركم باش ترجعوا لي فيديو السابقه باش تفرجوا في دوك لي فيديو الاخرين. دونك قلت لكم هنا ما تبقى هنا ما تحاولش تغيرها، هاد الام النرجسيه، حيت الانسان النرجسي ما كيعترفش انه مريض نهائيا، ما تعترفش بان تعترفش انه مريض، وما كيتبدلش بسهوله كما قلت لكم، وما تيتبدلش كاع نهائيا. اذا ما تضيعش وقتك، وما تضيعش الطاقه ديالك اللي هي اساسيه، ما تضيعش الطاقه ديالك ولا حياتك في محاوله باش تقنعها. انت غادي دير محاولات بطبيعه الحال، تتجرب حظك، ولكن الا ما درتيش المحاوله ما غاتعرفش. اللهم تدير محاوله وتشوف داكشي ما خدامش، تتحبس، ما في تدير الحدود ديالك كما قلت لكم، وما غاديش تبقاو جالسين باش تغيروها، حيت ما غاتغيرش نهائيا. حاجه اخرى مهمه، حاجه اخرى بغيت ندوز ليها مهمه بزاف وبزاف. خصك هنا، وسمعوني مزيان هنا الله يرضي عليكم، هنا خصكم تفهموني مزيان، تسمعوني مزيان وتفهموني مزيان. هنا هاد المرحله مهمه، ومهمه بزاف وبزاف. خصك تكلم مع اختصاصي، ولا بد تدوز هاد المرحله من هادشي من بعد دوك المراحل اللي قلت لكم انا. خصك تخدم على راسك في الاول، هذاك الشيء اللي هضرت عليه، باش عاد دوز المرحله باش تمشي عند اختصاصي. راه الاختصاصي هنا غادي نفسر لكم، كاين هنايا تمشي عند الطبيب النفساني اللي هو ان بسيكولوج، طبيب النفساني، ولا طبيب ديال الاعصاب اللي هو بسيكياتر. كاين لو بسيكولوج اي لو بسيكياتر، الطبيب النفساني والطبيب ديال الاعصاب، اللي يقدروا يعاونوك تفهم اكثر. من غيرهم لا، انت تدير محاولات، تدير بالنصائح كل شيء، ولكن الطبيب هذا الاختصاصي هو اللي يقدر يعاونكم تفهموا اكثر، ويعاونك ترجع ديك الثقه في النفس. حيت الانسان ملي تفقد انت الثقه في النفس خايبه بزاف، ما تبقى عندك تتفقد الثقه الكامله. دونك هو اللي غادي يعاونك كيفاش ترجع ديك الثقه في النفس.
باش تعيش حياتك وتكمل حياتك بلا وجع وبلا لوم، باش تكمل. سينو راه مشكل كبير، راه كاع ما سهلاش، هي راه ما سهلاش، ولكن غير شويه بشويه، شويه حتى حاجه ما تدير دقه واحده، غتمشي غير شويه بشويه. وراه ماشي عيب تمشي عند الطبيب، تنقولها وتنعاود نكررها الاخوان، الله يرضي عليكم والله يخليكم، تنقولها لكم دائما من القلب الصافي ديالي، وتنقول اي حاجه من القلب ديالي، كلامي كله من القلب صادق. راه ماشي عيب تمشي للطبيب، وماشي ضعف، بالعكس هو قوه وشجاعه، قوه وشجاعه. هنا غادي نحل واحد القوس صغيور، ما بغيتش نطول فيه، ديجا طولت في الموضوع وما بغيتش نطول بزاف حيت مهم بزاف هاد الهضره اللي بغيت نقولها. غادي نحاول نتكلم عليها غير في واحد بالزربه. هنا بغيت نحل هاد القوس الصغير على حساب غير باش نعطي اون اكسبليكاسيون على حساب الفرق ما بين الطبيب هذا الطبيب النفساني وطبيب الاعصاب. حيت شحال من واحد غيمشي غلط ولا يتحاب له راه الا مشى عند الطبيب النفساني راه مريض، راه حمق ولا لا. هذه ما ديروهاش في بالكم، ما ديروهاش نهائيا ابدا. الا درتيها في بالك راه ما غاديش تنجح، راه غتزيد غير تمرض. راه ماشي اللي مريض بعقله ولا هو اللي تيمشي، ولا الحمق هو اللي تيمشي عند ام بسيكياتر، لا. سمعوني، هنا ان بسيكولوج هو هذا الطبيب النفساني تيعاونك، هو تيجلس تيدير معك حصص، تيدير معك واحد 6 8 ديال الحصص، 12 الحصه، سا ديبون على شحال. تيشخصك في الاول وتيعرف المشكل اللي عندك، تيعاونك غير بالهضره. هو تيدير معك دي سيونس غير بالهضره، كل سيونس فيها واحد، كاين اللي تيدير نص ساعه، كاين اللي تيدير 45 دقيقه، كاين اللي تيدير ساعه. غالبا تيديروا واحد 40 دقيقه 45 دقيقه باش تيعاونك نفسانيا. ما تيعطيك لا، هو ما تيعطي لا دواء لا والو، هو تيعاونك بالهضره. اوكي. الاخر الطبيب اللي هو ديال الاعصاب اللي هو البسيكياتر، هذاك في الاول هو اللي خصكم تمشيو لعندو. علاش؟ ماشي راك حمق، ماشي تقول راني فيا الاعصاب، طبيب الاعصاب ولا ديال العقل، راه حيت هو تيتسمى طبيب الاعصاب وديال العقل، هو اللي البسيكياتر. ما تقولش راني حمق ولا غادي يمشي يعطيني شي دواء ديال الحماق، لا 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 لا. هو ملي تمشي لعندو تيشخصك، هو ما تيهضرش. ملي تدخل عنده السلام عليكم السلام، تيتفرج فيك تيقول لك بسم الله، تيتسناك تهضر. تتهضر عند معاه واحد ربع ساعه ثلث ساعه ولا هكا، تيشخصك في البلاصه وتيقيد الدواء. هو ان بسيكياتر تيقيد غير الدواء، ما تيداويكش بحاجه اخرى. هذا هو الهضر، ما تيهضرش هو، تيهضر هو بالورقه تيعمر لك الدواء. هنا خصكم تعرفوا اما الى عندك افيكتيفمون عندك مشكل نفساني ماشي ديال الاعصاب، ما محتاجش تكون عندك اون ديبرسيون ولا واحد الاولى بدايه ديال ديك لا ديبرسيون مثلا، ولا الا ما محتاجش للدواء راه ما يعطيكش الطبيب. هذا البسيكياتر راه ما يعطيكش الطبيب الدواء، كون على يقين. الا عطاك يعطيك واحد الدواء اللي هو سون اوردونونس، اللي بلا وصفه طبيه يعطيك وقت تقدر تشري. بون هو يقيدها لك، ولكن تقدر تشريها حتى من الطبيب، من لا فارماسي، غير ديال بوغ ريلاكسي، غير باش لي ميسكل يطرخاو. او اما الا فريمون كان عندك مشكل ديال الاعصاب وخصك الدواء، راه تيعطيك الدواء، هو تيشخصك حيت حرفتو. الا عطاك الدواء راه مهم تيعطيك الدواء اللي تيناسبك، ماشي الدواء ديال الحماق تقول ديال الحماق ولا هذا راه غادي يخرج ليا، لا 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 لا. تيعطيك الدواء عندك تيبدا عنده من شهر حتى 3 شهور. كاين اللي تيعطيك شهر، كاين اللي وتعاود ترجع عنده باش يشوف الحاله ديالك ويحبس لك الدواء ولا عاود ينقص لك. كاين اللي تيعطيك في الاول 3 شهور ديال لا دوز، ومن بعد عاد يبدا ينقص لك على حسب الحاله ديالك. هنا تتكون اون باراليل، تتولي متوازيه، تعطيك هو الدواء وتنصحك تمشي عند ان بسيكولوج اللي هو طبيب نفساني باش تتعالج معاه بالهضره. ما بغيتيش تتبع الدواء وتتحس بالراحه. هذه نصيحه من عندي وتنقولها لاي واحد. ما تحشموا، ما تخافوا، ما والو، وقولها لاي واحد. قول له سيدي انا مشيت عند طبيب نفساني ولا ديال الاعصاب، مشيت عند ان بسيكولوج، او لا مشيت عند ان بسيكياتر. الا بغى يضحك عليك يقول لك انت واش حمق، قول له انت اللي حمق، خليه هو اللي حمق. اما انت راه بعقلك مشيتي باش تداوي. اوكي. دونك هنايا غنسد هذا القوس باش ما نطولش بزاف. عطيت لكم غير واحد اون اكسبليكاسيون
خفيفه باش تفهموها. دونك هنا، واخر نصيحه، اخر نصيحه عاوتاني من القلب، بحال دائما دائما، بحال دائما من القلب، من داخل القلب. ما تبقاش ترد الشر بالشر. دائما تنقولها وتنقولها في جميع لي فيديو ديالي، ما تبقاش ترد الشر بالشر. خليك طيب، خليك انسان صادق، انسان بقلب طيب، انسان مؤمن وهادئ. والنية الحسنة ديالك، يعني من تكون عندك النية ديالك حسنة، خلي نيتك حسنة. ما اللي بغى يدير الشر خليه يدير الشر بينه وبين مولاه. انت دير المزيان، وعقلوا عليا اش تنقول لكم. بغى يدير هو الشر، خليه يدير الشر. انت دير المزيان وربي غادي يعاونك ويوقف معاك. سمعتي؟ دونك خليه هو يدير بحالك، ماشي انت دير بحالو. ماشي الا هو تيعاملك بالشر انا نعاملو بالشر، حيت الا عاملني بالشر ودرت بحالو عملته تنولي حتى انا ما مزيانش، دخلت في ديك المعمعه ديالو. لا سيدي، خليه هو يرجع بحالي مزيان، يرجع للطريق اللي هي مزيانه، وربي غادي يعاونكم. وخلي دائما المسافه ديال الامان بينك وبينها. تهضر على الام النرجسيه بطبيعه الحال، دائما خلي المسافه بينك وبينها، ولكن بلا كره. حتى حدود، مسافه، ماشي قطع نهائي، ولكن بلا كره. غير حط الحدود ديالك، ماشي ديك المقاطعه النهائيه، حط غير الحدود ديالك. سمعتي؟ وحمي قلبك، وخلي حياتك تمشي لقدام، تزيد. هي ما سهلاش، صعيبه، مي هادشي تيخصو مراحل، تيخصو الصبر. حيت في الاخر اللي كيبغي يعيش بسلام خاصو يعرف فين يحط راسو وفين يوقف. اوكي؟ دونك باش تبقى واقف، ماشي مهرس، ماشي مدمر، فوالا، خصك تتبع هاد المسائل بلا كره، بلا دير واحد الحدود، وما تكونش ديك المقاطعه النهائيه. واحمي قلبك وحياتك باش تزيد لقدام. أه نتمنى باش نختم عاود دغيا. دونك واحد الكلمه بعدا من القلب لجميع المشاهدين الكرام. كنعرف ان الموضوع صعيب، وصعيب بزاف، كما قلت شرت ليه في الاول. والجرح اللي جا من الام النرجسيه كيبقى لداخل، وتيألم بزاف. اوكي؟ ولكن بغيت نقول لكم، ماشي نتوما السبب، ماشي نتوما السبب. نتوما ضحايا، نتوما ضحايا، ولكن عندكم القوة، ولكن عندكم القوة من بين يديكم، من بين يديكم، باش تبدلوا حياتكم. كل شيء بين يديكم باش تبدلوا حياتكم، حيت القلب ديالكم يستاهل السلام، ويستاهل كذلك يستاهل كذلك الطمأنينة، ويستاهل عاوتاني كل شيء، اي حاجه. يستاهل الحب، يستاهل الحب النقي. تنهضر على الحب النقي، اي حاجه يستاهلها. دونك وحتى الى صعيب، انا عارف ما سهلاش، حتى حاجه ما سهله باش تبداها، ولكن ولو صعيب، غير خطوه بخطوه، راه درجه بدرجه. ما غاديش تطلع بغير الدرجه الفوقانيه، سير درجه بدرجه. ومن ما تقدرش، من توصل للدرجه الاولى ولا الثانيه، سير في ذاك المسار عاوتاني زيد تتوصل وتنجح. كل جرح غادي يتبدل لواحد الشهاده على قوتك وشجاعتك. اوكي؟ و... وكما بحال اللي هضرت لكم عليه، تقدروا تبداو بالوعي، بحال اللي شرت لكم في الاول. تقدروا تبداو بالوعي، دير داك الحدود، حدود ماشي القطيعه، غير الحدود، بالعنايه بالنفس ديالك. خرج للطبيعه بوحدك. انا تنفضل تخرج على برا، الغابه ولا للبحر، شي بلاصه اللي ما فيهاش صداع ديال الطوموبيلات. ماشي تمشي ديال المول
ولا تمشي دير الشوبينغ ولا تقول فوالا الناس اللي فيها الهراج ولا القهوه. لا، بلاصه اللي خاوي فيها الصهير، الغابه فيها في البحر، غير انت والبحر، ما كاينش الصداع ديال بنادم. خذ واحد ساعه غير ديال لا مارش، ماشي الجراوله، غير لا مارش بوحدك، وغادي تشوف كيفاش غتهضر مع راسك وكي غتولي. ساعه في النهار كافياك. دونك ولا القراءة بيان سور، الموسيقى إلا عندك مع الموسيقى، ماشي كل واحد الموسيقى اللي تتكالميك، اللي ما يبغيش الموسيقى ولو موسيقى هادئة. المهم كاين بزاف ديال الوسائل. اي سورتو والحاجة المهمة هو المحيط اللي يكون إيجابي، اللي غادي يدعمك. اوكي، اللي غادي يدعمك بلا حكم ولا مصلحة. الا كاين شي واحد في الاولى خرج بوحدك، ننصحك تمشي بوحدك، من بعد عاد شوف داك الا بتخرج مع شي حد اخر ولا تجلس مع داك المحيط ديالك، ماشي الكثره ديال الناس، شي واحد اللي تعرفو افيكتيفمون ايجابي وتعطيك نصيحه من القلب ديالو. الا ما كاينش بعد، اللهم نجلس بوحدي ولا نجلس مع شي واحد اللي غادي يزيد لي غير المشاكل. باسكو اي واحد تيبغي غير ما يبغيلكش الحاجه اللي هي ايجابيه، غير هي اللي سلبيه. وما تنساوش الدعم النفسي كما قلت لكم. الدعم النفسي هو بزاف مهم، بزاف بزاف بزاف، عند الطبيب النفساني وطبيب الاعصاب، او الطبيب الاعصاب عاد من الافضليه تمشي عند طبيب الاعصاب، هو اللي غادي يوجهك باش الا يعطيك الدواء يعطيك، ما كاينش غادي يصيفطك عند الطبيب النفساني. هذه من عندي انا. دونك هما اللي غادي يعاونوكم تفهموا الجرح ديالكم وتبداو تبنيو الثقه ديالكم بالنفس من جديد، وكونوا على يقين. وهذا الكلام غادي توصلوا له. نتمنى حتى اللي ما دارش بالكلام ديالي ماشي مشكل، انا نبغيك ما ديرش بكلامي دابا، تقول هذا السيد غير تيهضر ولا تيرقع ولا تيقول، نبغيك تقولها، ماشي يبقى فيها الحال. بالعكس، علاش؟ حيت غيجي واحد النهار، يا 6 شهور يا عام يا عامين يا 10 سنين يا 5 سنين يا شحال ما كان، وغطيح في هذا المشكل. واول حاجه غطيح لك ما بين البال هي غتقول هذاك السيد الله يذكره بخير راه قالها في واحد الفيديو، هما النصائح اللي قال لي وشنو قال لي راني وصلت لها. هادشي اللي نبغي انايا. اوكي، دونك وإلا حسيتوا ان هذا الفيديو وصل لكم لقلبكم، الله يخليكم، الله يرضي عليكم، تنقولها لكم شاركوه مع الناس اللي محتاجين يسمعوا هذه الرساله اللي جايه من كل القلب وبكل، وهي رساله ايجابيه لكل واحد اللي تنعطيكم من القلب الصافي ديالي. ونبغي التعاليق ديالكم تجي كما بغات تكون، ايجابيه ولا سلبيه، اي وحده نجاوب عليها. ولو تكون سلبيه ولا غلطت في شي حاجه، انا بشر بنو ادم بحالي بحال ايها الناس، ممكن نغلط. الا غلطت شي واحد يصلح ليا ولا يعطيني كيفاش الا ما تعاملتش بشي كلمه غلطت فيها ولا هذا، سمحوا لي. ومع دونك كما قلت لكم باش تشاركوا ان شاء الله هذا الفيديو مع الناس اللي محتاجين يسمعوه، وهذه رسالة، ومع عائلتكم الكريمة ومع اصحابكم وحتى جيرانكم، وحتى كل واحد يقدر يشارك هذا الرابط مع واحد ولا جوج الناس. الا كل واحد عطيتي له هذا وتشارك مع جوج ولا 3 الناس، الاخر عاوتاني يشاركوا مع واحد اخر ولا جوج الناس، وغادي غادي نوصلوا لاكبر عدد من الناس اللي محتاجين يسمعوا هذا الكلام اللي كله من القلب، اللي كله من القلب وكله ايجابي. ما تنساوش ديروا لايك، وخليوا التعليق ديالكم باش نحسوا بكم ونشاركوا الفيديو مع الناس العزاز عليكم. وما تنساوش كذلك باش تشاركوا في القناة وتبركوا على داك الجرس باش توصلكم جميع الحلقات الجديدة ديال الكلام من القلب. ونتمنى باش تشوفوا حتى الحلقات السابقة، راها جد مفيدة ومهمة، تبعوها من الاول حتى الاخر. هنا بغيت نقول واحد النقطة هي الاخرى. الحلقة الجاية ان شاء الله بغيت نهضر، ما بغيتش نقولها لكم دابا، ولكن فضلت نقولها حيت بغيت حتى هي ندير عليها حلقة باش نهضروا فيها على الاب النرجسي. اليوم هضرنا على الام النرجسيه، نهضر على الاب النرجسي. هما واخا بحال ولكن تيختلفوا في بزاف ديال الحوايج، كاين اختلاف. دونك بغيت نهضر على الاب النرجسي اللي نعطي فيه نصائح عاوتاني باش تحمي راسك وصحتك النفسيه.
كنت مع قناة كلام من القلب. نتمنى لكم ليلة سعيدة وراحة البال، وإلى اللقاء. تبارك الله عليكم.